بعد خسارتنا من صن داونز بنتيجة كبيرة 5-2، كلنا محبي النادي الأهلي زعلنا جدا، وانتقدنا النادي، اللعيبة والجهاز الفني والجهاز الإداري، انتقدناهم كلهم، لكن انتقدنا بأدب. زعلنا لأن نتيجة كبيرة على أنها تكون نتيجة خسارة للنادي الأهلي. وأنا عملت فيديو، والفيديو موجود تقدروا ترجعوا له، وانتقدتهم وطلبت من الزملكاوية أنهم يدخلوا يحفلوا علينا. أنا طلبت بنفسي النهاردة بعد مباراة إنبي مع الزمالك، أنا مش مستني حد يطلب مني أدخل أحفل عليكم، لا، أنا هدخل أحفل لأن محدش هيطلب أصلا. لكني محتار بصراحة، مش عارف التحفيل أبدأه منين ولا منين. من اللعيبة اللي كانوا موجودين في الملعب كأنهم مش موجودين، اللي كان المهاجم بتاع إنبي يرجع بهجمة مرتدة معاها 4 مدافعين يعدي منهم على رأي الليمبي زي السكينة في الحلاوة، ولا أقول إيه ولا على الجمهور اللي كان بيهتف الهتاف الماركة مسجلة الحصري لجماهير نادي الزمالك: لاعيبة تيت يا ولاد التيت. احنا طبعا انتقدنا النادي الأهلي طول عمرنا، لما بيخسر بننتقده، لكن عمرنا ما وصلنا للحالة دي. نادي الزمالك صراحة هو ده مستواه الحقيقي. الأهلي خسر وبيخسر في بعض المرات، لأن الكرة كده مكسب وخسارة، أنت مش هتكسب على طول ولا هتخسر على طول. لكن فرق إن الخسارة بتاعتك تكون مباراة كل 10-20 مباراة، وفرق إن أنت متعود دايما، ده هو الفارق. فأنتم مستنين إيه من نادي الزمالك؟ نادي الزمالك أنتوا عارفين مع أي تحكيم عادل مش هقول لك هيكون آخر الدوري، أنتوا عارفين اللي هيحصل. السلام عليكم يا زملكاوية.